السلام عليكم. اليوم راح أسوي وياكم أطيب وألذ خبز عروق باللحم. هنا المواد عندي: ملعقتين حليب، ملعقة سكر، ملعقة خميرة، ملعقتين زيت، وثلاث أكواب طحين، ورشة ملح، يلا واحدة. هنا راح أبدي أضيف المواد الجافة، هي الطحين والشكر. بعد كل المواد الجافة عندنا نضيفها سوية، بعدين نضيف فوقهم الزيت والبيضة ونخليهم يتجانسون. بعدين ناخذ كوب ماي واحد ونضيفه عليهم بالتدريج لما نشوف العجينة تصير ويانا متماسكة. جهزت ويانا العجينة، راح أتركها تختمر ساعة من بين ما أسوي الحشو. عندي هنا الحشو: حبة واحدة بصل، حبة واحدة طماطة، قليل كرفس، وعندي هنا نص كيلو لحم. أول ما أبدي راح أبدي أحمس أخلي زيت قليل وأبدي أحمس بيه البصل. لازم زيت قليل حتى العجينة ما تتفكك ويانا. أول ما يبدي البصل يتكرمل راح أضيف عليه اللحم، أحمس اللحم والبصل سوية، وبعدين راح أضيف وياهم الطماطم. راح أضيف لهم بهارات اللي هي فلفل أسود وبابريكا وبهارات لحم برياني. أخليهم يحمسون سوا، أضيف عليهم الطماطة. من بعد ما أضيف الطماطة أخليها تحمس شوية مو هواي، وأضيف عليها الكرفس لا تخلونه يحمس حتى ما يخرب طعمه ويخرب طعم اللحم. وهنا اختمرت ويانا العجينة، راح نبدي نجهزها. نضيف الحشوة اللي كملناها فوق العجينة ونرجع نعجنها مرة ثانية بحيث نخلي الحشوة هي والعجينة تتلامس سوية. وهنا كملت العجينة وكورتها وقدامكم. هسه راح نبدي نخبزها ونفرشها بالصينية مالت الفرن، وندخلها على الفرن بدرجة حرارة 200 على الفوق والجو. قسم من العجينة خبزتها، والقسم الثاني سويتها كرات، خليتها حشيتها بالجبن الموتزاريلا.